السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده النهاردة الفرخة المشوية الجميلة ديت بطريقة بقى كده مختلفة. صراحة اول مرة اجربها بس عجبتني جدا، وعملت بقى معاها الرز اللي هو حبة وحبة ده، اصفر واحمر، كلها الوان طبيعية من البيت، ما تخافيش خالص. والطريقة سهلة وبسيطة هتعجبك. بس الاول ايه، ادخلي اعملي على طول لايك للفيديو، واضغطي على الاشتراك عشان يوصلك ايه اي فيديو بنزله يوصلك على طول وتشوفيه. هنا كده معايا بقى طبق كده ضفت فيه كوباية من الزبادي، وهضيف بقى عليها التوابل، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وسبع بهارات، ومعايا كمان كده مرقة الدجاج وكاري وعصير ليمونة وفلفل اسود وشوية كده من الكزبرة الناعمة. اعمليها بالطريقة دي صدقيني هتعجبك جدا. الزبادي هنا انا ضفته عشان يخلي النسير بتاعة الفرخة نفسها طرية كده وحلوة، ما تبقاش ناشفة معاكي. وضفت كمان كده شوية من البصل البودر وشوية من الثوم البودر، وكمان معلقتين من الزيت. ومعايا كده ايه يعني بطرف المعلقة كده لون اللي هو زي الزعفران كده، بس ده بيبقى لونه احمر، بتجيبيه من عند العطار عادي خالص مفيش مشكلة. بتقولي له عايزة لون، بتختاري بقى اللون اللي انت عايزة، اصفر احمر اي حاجة. اللون ده بيبقى طبيعي جدا، ما تخافيش منه خالص، يعني مش مضر ولا اي حاجة. وهنضيف بقى شوية من الكاري، شوية من البابريكا، شوية من الصويا صوص، وهنبتدي نقلب بقى. انا هنا اللون اللي انا ضفته هو اللي اداني اللون الاحمر اللي انتوا شايفينه ده. انت يا دوب حطي بس يعني في طرف المعلقة كده، ما تكتريش قوي، يعني انا زاد مني شوية كده اللون. انت يا دوب بطرف المعلقة بس هتحطي يا دوب كده، يعني شوية صغيرين جدا، هيديكي لون خفيف شوية عن ده. قلبت بقى كل التتبيله كده في بعضها، وجيت بقى غاسله الفرخه بتاعتي كويس جدا وبحرف السكينه كده وغرستها. وهاجي بقى بالفرشه وهبتدي ادهن الفرخه بتاعتنا كده، بتديها لون حلو جدا. والزبادي كمان بيطلع معاكي الفراخ طريه من النسير بتاعتها، ما بتبقاش ناشفه. ادهني بقى الفرخه كده من فوق كده ومن تحت، بصي اديها لون كده، شايفين لونها حلو جدا كده زي ما انت شفتي بالظبط. هجيب بقى الشبكة اللي احنا ايه هنشوي عليها. انا هنا الفرخة بيتها في التلاجة من بالليل بنفس التتبيلة كده، لفتها وبيتها في التلاجة. بعد كده بقى جيت تاني يوم حطيتها كده على الشبكة اللي هشوي عليها، وحطيتها في الفرن وهودت عليها خالص وسبتها عاشت بقى مع نفسها خالص. لما استوت رحت شلت من عليها ورق الفويل، وخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، كانت حلوة جدا ومستوية. فانا حبيت اجرب الطريقة دي في الفراخ المشوية، بس بجد طلعت حلوة جدا عجبتني. وعملت جنبها بقى شوية رز كده بسمتي اللي هو حبة وحبة. ده كان الغدا بتاعنا النهاردة. جربي الفراخ بالطريقة دي هتعجبك جدا، والتتبيلة بتاعتها حلوة جدا. قدمتها بقى كده مع الرز. الرز حبة وحبة ده عاملاه برضو بالزعفران وباللون الاحمر اللي انا دهنت منه الفرخة، ضفت منه شوية على الرز اداني اللي هي الحباية الحمرا دي. جربي الطريقة سهلة هتعجبك وبسيطة. المهم ما تنسيش تحطي لي لايك وتعملي لي متابعة، وجربي الطريقة وقولي لي في الكومنتات عجبتك ولا ايه. بس هي تعجبك جدا، شايفين مستوية جدا والنسائر بتاعتها طرية وطعمها كان تحفة. كده حبايبي الفيديو خلص، اترككم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.